تصور ان حياتك كلها تكون مبنية على ضربة حظ، ضربة حظ توديك في مكان تاني. لو كمان حياتك تبقى مليانة أسرار وخبايا، والحظ اللي الكل كان بيتكلم عليه ده كان وراه معاناة كبيرة قوي، معاناة ما عاشهاش حد قبلك ولا هيعيشها حد بعدك. زي النهاردة 15 نوفمبر سنة 1938 اتولدت الفنانة الجميلة سميرة أحمد، اللي تعتبر واحدة من أهم نجمات السينما والدراما في الفن المصري. أسرار وخبايا ما تعرفهاش عن حياتها وسر دخولها الفن و50 قرش بدأت بيهم، يلا بينا نعرفها على المصرية. اسمها بالكامل سميرة أحمد إبراهيم، من مواليد محافظة أسيوط، واتولدت لأسرة بسيطة، لأب بيشتغل خطاط وأم ربة منزل و8 أشقاء، من بينهم الفنانة الكبيرة ورفيقة رحلة الفن والكفاح خيرية أحمد. حياة سميرة أحمد وأشقائها ما كانتش هينة وسهلة زي ما انتوا فاكرين، لأن أول صدمة في حياتها كانت منتظراها بعد ما انتقلوا هي وأسرتها للعيش في القاهرة، بعد ما فقد الأب القدرة على الرؤية بشكل سليم بسبب المية البيضاء اللي أصابت عينيه وأجبرته كخطاط على إنه يسيب الشغل ويفضل في البيت. الظروف دي دفعت سميرة وأشقائها للخروج لسوق العمل، وفعلا اشتغلت مع أكبر إخواتها نوال في محل لبيع الأدوات المنزلية، لكن بسبب سنها الصغيرة وقتها ما كانتش قادرة تتحمل مشقة وعناء الشغل، سابت المحل بسرعة عشان تشوف شغل تاني يناسب سنها وقدراتها. حبها وولعها الشديد بالفن ونجومه من الفنانات في التوقيت ده زي ليلى مراد خلى عندها الشغف انها تشتغل في المجال الفني، وبالفعل قعدت تلف على مكاتب الريجيسير لحد ما قبلوا يشغلوها ككومبارس، وكانت بتاخد 50 قرش في اليوم عشان تبقى المعاناة جزء من قصة سميرة أحمد، عشان بسببها تدخل الوسط الفني. سميرة كانت بتواجه عقبة كبيرة لأنها دخلت الفن في سن صغيرة، وعشان تتقبل في الأعمال الفنية ككومبارس كانت بتحط مكياج كتير جدا عشان تظهر أكبر من سنها وتقدر تاخد أجوار أكتر وتشتغل عشان تتكفل بمصاريف أسرتها. دور في دور وعمل فني في عمل فني ابتدى يقترن اسمها بالنجاح. مساحات الأدوار اللي بتجيلها بقت أكبر، وابتدت تاخد فعلا جزء كويس جدا في الأعمال الفنية في الوقت ده، لكنها كانت على ميعاد من أهم دور في حياتها المهنية وهو فيلم الخرساء، وبعدها توالت الأعمال الفنية عليها وعملت حوالي 90 عمل فني، منهم على الأقل 5 من أهم 100 عمل في تاريخ السينما والدراما المصرية. الحب ما خدش في حياتها مكان، والاستقرار الأسري ما عرفش طريقها، على الرغم من أنها اتجوزت 4 مرات، أولها سنة 1952 من المنتج بطرس زريبات، وكانت اتعرفت عليه خلال تصوير فيلم شم النسيم، ومن فرط حبه ليها اعتنق الإسلام وغير اسمه لشريف زالي. لكن الجواز ده ما دامش لفترة طويلة وانتهى بالطلاق. أما الجوازة التانية فكانت من الكاتب وجيه نجيب اللي ارتبطت بيه بعد قصة حب وأنجبت منه بنتها جليلة، لكن اختلاف الطباع اتسبب في وقوع الطلاق. ووصفت سميرة أحمد الانفصال ده بأنه حاجة مؤلمة ومحزنة جدا. قررت مرة تانية الجواز وارتبطت بالمنتج أديب جابر وانفصلت عنه عشان تتجوز للمرة الرابعة من المنتج صفوت غطاس اللي اعتنق الإسلام برضو من أجلها. بيعتبر مسلسل ماما في الاسم هو آخر عمل فني للفنانة سميرة أحمد، اللي بعدها فضلت بعيدة عن الوسط الفني وفضلت إنها ما تشتغلش إلا لما يجيلها ورق يكون على مزاجها تقدر من خلاله تستمتع بالفن زي ما عملت طول عمرها. المهم قول لنا في التعليقات إيه هو أكتر عمل فني بتحبه للفنانة الكبيرة الموهوبة سميرة أحمد.